السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. النهاردة بقى يا حبايب قلبي، طبعا النهاردة الغدا بتاعي عبارة عن ايه؟ الغدا بتاعي سهل وبسيط. بيتكون من ايه بقى؟ طبعا انا كنت دابحة الفراخ بتاعتي امبارح. وطبعا بقى انا كنت برمي الرجلين والحاجات ديت، ففي الايام اللي احنا فيها ديت والغلا اللي احنا فيها ديت ما عدتش برمي الحاجات، الرجلين والحاجات ديت. فهعمل بقى ايه؟ تعالوا معايا اوريكم هعمل بقى ايه. طبعا بقى انا مقطعه معايا بقى ايه؟ بصل زي ما انت شايفه كده مكعبات، وفلفل مكعبات، وشرايح طماطم، وبصل وبطاطس شرايح كده. طبعا هعمل الرجلين والحواجب بتاعتي بقى ايه في الصينيه. طبعا أنا معايا برضو الكبد والقوانص، ومعايا برضو اللي هي الرجلين والاجنحه والرقب والحاجات ديت. انا طبعا ما كنت ايه برمي على طول ايه الرجلين والحاجات دي. فطبعا انا في الايام ديت ما عدتش بترمي اي حاجه، فانا عايزه اعملها ايه الصينيه وكده. طبعا وبرضو معايا فصين توم كده دقاهم منعمهم، وهجيب حلة زي دي كده طبعا، وهديلهم ايه؟ هديهم صدمة الاول. بتجيبي الحلة بتسخناها قوي، وتكوني طبعا غاسلة الحاجات بتاعتك ديت بالايه؟ بالملح الليمون بتاعي عشان الزفارة وكده. فطبعا بقى ايه؟ بجيب الحلة واقوم مسخناها قوي، واقوم رايحة ايه؟ عطلهم صدمة. بتديلهم صدمة بقى ازاي يا سمر؟ طبعا بجيب معايا في الصين حبهان، وبجيب معلقة ملح ناعمة، وشريحة طماطم، وشريحة بصل، وشريحة فلفل اخضر. وطبعا بقى ايه؟ بهديها على النار براحتها. واجيب صينية زي ديت زي ما انت شايفة كده، واحط ايه؟ شوية زيت، وايه؟ ومعلقة سمنة، اي نوع من السمنة بتاعتك. طبعا بقى ايه؟ وهجيبهم كده وهسيح ايه؟ السمنة مع الزيت في الصينية اللي انت شايفاها بالشكل ده كده. ما شاء الله. طبعا عايزة اقولك كانت الريحة بتاعتها بسم الله ما شاء الله، كانت الريحة جميلة قوي قوي، اكنك بتطبخي صينية فراخ بالبطاطس. ما شاء الله. طبعا ما حبيتش اعمل الحاجات ديت شوربة وكده، انا حبيت ان انا اعمل الحاجات ديت وادخلها في صينية بطاطس. طبعا انا الزيت بتاعي اتقدح اهوت، اجيب البصل بتاعي اللي انا مقطعاه شرايح اهوت، وهقلبه في الزيت زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. ما شاء الله اهوت. بتتبل، بس عايزه اقولك ان البصله بس بتتبل حاجه بسيطه. اديني تبلت البصله حاجه بسيطه اهوت، وهنزل عليها ايه؟ زي ما انت شايفه كده ايه؟ بالفلفل الفلفل الاخضر بتاعي. عندك قرن فلفل حر برضو عايزه تحطيه مع الفلفل البارد عادي، بس انا ما حبيتش ان انا احط فلفل حر عشان الاولاد يعرفوا ياكلوها ما تكونش حراقه عليهم وكده. فطبعا ديت هتبلها برضو حاجه بسيطه يعني. ما شاء الله. وهجيب بقى طبعا الفصين التوم بتوعي اللي انا كنت منعماهم، وهحطهم بالشكل دوت كده. ما شاء الله. وطبعا بقى بجيب برضو جميع البهارات بتاعتي، بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ومرقة الدجاج، والملح الناعم بتاعي والقرفة الناعمة بتاعتي، وجميع البهارات بتاعتي وبحطها فيها. ما شاء الله. وهنزل بقى ايه؟ بالبطاطس اللي انا كنت مقطعها شرايح. طبعا ولا شرايح رقيقة قوي، ولا شرايح ايه تخينة قوي، تكون حلوة كده. وطبعا بقى بنزل عليها بقى بجميع البهارات بتاعتي، بابريكا وجميع البهارات بتاعتي كلها، وهقلبهم مع بعض. عايزه اقولك ان الطماطم، شرايح الطماطم ديت بحطها اخر حاجه، ما ينفعش ان انا احطها دلوقتي، لازم تكون اخر حاجه. وهوريكي برضو انا هحطها امتى. ما شاء الله. عايزه اقولك اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي ياكل. تعالوا اتفضلوا معانا. يعني بدل ما ترمي الحاجة ديت، لا ما ترميهاش. يعني مثلا وعيالك مثلا مش بياكلوها مثلا في الشوربة والكلام من دوت، انت هتعملها لهم في صينية بطاطس، ما شاء الله هياكلوها. وبجيب بقى مج معايا زي دوت كده
معجون طماطم. طبعا زي ما انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان انا عندي على طول الطماطم مسبكه في التلاجة ما شاء الله، علشان ايه؟ بطبخ على طول ايه بسرعه وكده. فبجيب على طول من التلاجة واولع على الاكل، ببقى تلاقيني قاعده كده مرتاحه جدا. مش هجيب طماطم ولسه وهسبكها وفين وفين لما تتسبك، وانا اكون مثلا مستعجله او رايحه مشوار والكلام من دوت. لا، انت هتجيب على طول من التلاجة وعلى طول هتولع على الاكل وخلاص. وبجيب برضو مج زي دوت ميه وهنزل عليها زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. طبعا اهي ادي عندي ايه الفراخ اهي الحوايج بتاعتي ادت لها اللي هي الصدمه بتاعتي ما شاء الله. طبعا وتكوني مهديه عليها وهتلاقي المية اللي فيها نزلت كلتها، وبمسك المية اللي فيها بقوم ايه رمياها وانزل عليها ايه بواحدة واحدة. وادي كده الطماط الحاجات بتاعتي اتسبكت، البطاطس بتاعتي اتسبكت واتبلت. وبعد كده بقى ايه بنزل عليها بالحوايج بتاعتي. عايزه اقولك برضو ان هي ما استوتش لا، ده هي دخلت في السوية. فانا بحب لما اكون البطاطس بتاعتي دخلت في السوية وخلصت اتسبكت وكل حاجه عندي بقت جميله، بقوم انا رايحه نازله عليها بالحاجات ديت بالرجلين بتاعتي نص سوا. طبعا بقى وهي كده كده بتغلى ايه السوا بتاعها بتستوى بقى مع نفسها بقى على نار هاديه ما شاء الله. بتستوى ايه الاتنين يستووا مع بعض ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. عايزه اقولك كانت الريحه بتاعتها حلوه وكانت طعمها كان جميل ما شاء الله اهيت. وبعد كده هوت انا حطيت ايه الطماطم. عايزه اقولك اللي انا حطيت الطماطم اخر حاجه ما شاء الله ايه. وهمسكهم بقى طبعا ايه هقلبهم كلهم في ببعضهم كده ما شاء الله. اديني اهوت بقلب ايه بقلب كله ببعض. البطاطس بقى مع الفلفل مع البصل ما شاء الله. عايزه اقولك والله جربي الحكايه ديت وولادك هياكلوها بجد والله. انا عندي في بياكلها كده وفي ما مش بياكلها خالص يعني عامه يعني. في اللي بياكل الكبده بس وفي اللي بياكل الرجلين بس كده ما شاء الله. في الغلا اللي احنا فيه ديت مفيش حد هيرمي حاجات من دي تصدقونش ما شاء الله. اه طبعا كلها بقلبها ببعضها اهوت عشان تستوى بقى. وطبعا بجيب ايه ورقة سلوفانة بقى واقوم مسلفناه كده، او ما فيش عندك سلوفان بتجيبي غطا بقى وتغطيها كده. ادي ما شاء الله اهيت بعد ما استوت ما شاء الله استوت اهيت شايفين. ولون الصلصة بتاعتي ما شاء الله لونها احمر وحلو. وكمان عايزه اقولك ان البطاطس بتاعتي برضو استوت اهيت ما شاء الله. وادي بقى طبعا ايه ادي الرز الابيض بتاعي طبعا طبخه رز ابيض جنبها. وطبعا بقى ايه ادي البطاطس مستويه اهي ما شاء الله. ومنها كده العيله ياكلوا ايه ياكلوا رز وبطاطس ياكلوا رز ودمعه زي ما ياكلوا بقى ما شاء الله.